الثاني الثانوي. لو قال لي اوجد مجموع المتسلسله الهندسيه، طبعا 3 6 12 وفي الاخر 192. خلي بالك انت عندك مشكله انك ما عندكش عدد الحدود اللي انت هتجمعها. خلاص انت اتعلمتها مقالي، تعالى بقى نخش على الحاسبه. اتفقنا في الهندسيه مود 3 6. العمود الاولاني احنا بنكتبه من عندنا رتبه الحد 1 يساوي 2 يساوي 3 يساوي. انتقل على العمود الثاني، هنكتب ايه بقى في العمود الثاني؟ هنكتب في العمود الثاني 3 6 12. اهي 3 يساوي وبعدين 6 يساوي وبعدين 12 يساوي وبعدين هخزن وبعدين هستدعي شيفت 1 5. خلي بالك انت عندك الحد الاخير 192 بس ما انتش عارف رتبته. تعالى بقى على رقم 4 هي اللي بتجيب لك الرتبه، وتعالى قدام الاكس بار دي واكتب 1 9 2. 1 9 2 هتجيب لك الرتبه بتاعته. اقول لك والله ده رتبته كانت رقم 7، يبقى انت هتجيب مجموع ال7 حدود. حلو، شيل. روح على بقى على رمز المجموع اللي هو الشيفت والسيجما اللي هي دي، ولازم تكتب اكس زي كابتن اللي هي الفا مع فتحه القوس، ولازم تروح تجيب علامه الحدود اللي هي شيفت 1 5 5. طيب لازم تعمل فاصله عشان تفصل، هتجمع من كام لكام؟ الشيفت مع فتحه القوس تعمل لك فاصله. انا هجمع بقى من 1 كمان فاصله ثانيه الى 7، خلاص ما انت عرفت عدد الحدود 7. اقفل القوس وقولها يساوي. المجموع هيطلع كام؟ لحظه، 381. فين 381؟ الاجابه اهي. اهي 381 اهي. يبقى الاجابه بتاعتك 381 اهي. يبقى كده احنا عرفنا نجيب المجموع بتاع المتسلسله الهندسيه. عندي مساله ثانيه معلش بسرعه. بيقول لي هنا ايه؟ عشان بس يعني كده خلصنا فكره المتتابعه الهندسيه. بيقول لي اذا كان الحد الاول في المتتابعه الهندسيه سالب 40 والحد الرابع 5، فما هو الحد ال11؟ المشكله اللي هتجيب لك في الهندسيه هي ايه؟ اولا تعالى ما نضغط على مود 3 6 ونكتب 1 يساوي، لا ما فيش 1 يا كابتن، وقال اول الحد الاولاني يبقى 1 يساوي المتتابعه حدها الاول تكتب 1 والحد الرابع تكتب الرابع 4 يساوي، وبعدين تكتب قيمه الحد. قيمه الحد الاولاني كان سالب 40، اوعى تكتب سالب 40 عشان في المتتابعه الهندسيه ما فيش اساس لعدد سالب، تكتب 40 فقط. 40 فقط اهو، اوعى تكتب السالب. 40 يساوي، والحد الخامس كان قيمته 5، اكتب 5 واكتب يساوي وبعدين خزن واستدعي بقى شيفت 1 5 5. ليه؟ لانك انت عايز الحد ال11. تعالى قدام علامه الحدود دي واكتب لي 11 بس.